السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد ووصفه جديده على قناه رشيده ماين. غنوجد معاكم الكراوش ديال السبوله هشاشين ومقرمشين في نفس الوقت. المقادير عندي كيلو ديال دقيق الفورس، نصف الساشي ديال الخماره يعني 4 غرام، والملح، وملعقه صغيره ديال السكر سنيده، ونصف كاس ديال الزيت، 125 غرام ديال الزبده مذوبه، واستعملت انا الروح ديال الفاني. هنايا كنخدموا دوك المكونات، يعني داك الزبده والزيت كندخلوهم في الدقيق مزيان. من بعد ما كينسجموا دوك العناصر كنجمعوا بالماء. هنا درت الكاس الاول ديال الماء، والكاس الثاني كنضيفوا شويه بشويه باش العجين ما تكونش مرخوفه. العجينه كتكون شويه شاده راسها كيف ما كيبان لكم. الكاس الثاني راه كنضيفوا غير شويه بشويه. انا خدات ليا 2 كيسان وربع ديال الماء على حسب الدقيق اللي كاين اللي كيشرب وكاين اللي ما كيشربش. رجعت العجينه فوق البوطاجي باش ندلكها واحد 5 دقائق تقريبا. صافي هنايا من بعد ما دلكتها واحد شويه قطعتها قطع وبقيت كنحربلهم على هذا الشكل باش ملي نبغي نسرحهم يجيوني ساهلين. هنايا كنبسطهم بالدله، كنديروا نفس الطريقه ديال الشباكيه باش يجيونا مورقين. كنسرحوا العجينه تكون شويه رقيقه ومن بعد كنطويوها وكنديرهم في بلاستيكه. من بعد ما ارتاحوا خديت العجينه الاولى قسمتها على جوج. هنايا بسطتهم واحد شويه بالدلاك وغندوزهم في الوراقه. المره الاولى غندوزهم في الرقم 6. انا عندي الرقم 6 هو اللي واسع والرقم 1 هو الدقيق. كنرش سطح العمل بالنشا ماشي بالدقيق. في الاول كما قلت لكم غادي نسرح العجينه في الرقم 6، من بعد الرقم 4، من بعد الرقم 1، كل واحد على حسب الوراقه اللي عنده. انا كنبغيهم يجيو رقاقين هكا باش كيجيو مقرمشين، ما كيكونوش معجنين من الداخل. هنايا كنرش بالنشا ولا المايزينا. كنقاد ليها الجناب، من بعد كنقطعو بالجراره شرائط يكونوا فيهم تقريبا 3 حتى 4 سنتيم، وفي الطول نتوما على حسب الحجم اللي بغيتو. انا كيعجبوني صغيورين كنديرهم صغار. كناخذوا 3 ديال الاشرطه كنحطوا واحد فوق واحد كيف ما كيبان لكم. انا هنا نقصت ليها شويه في الطول صافي، وكنقطعوهم من الوسط ما كنوصلوش للجوانب. قبل ما نقلبوهم كنعاودوا نحلوهم باش ما يلصقوش لينا. هانتوما كيف ما كيبان لكم راه كنحل كل واحد بوحدو ومن بعد كنعاد كنقلبهم. طريقه راه واضحه في الفيديو، غير جربوهم راه غادي يعجبوكم وما كياخذوش الوقت بزاف. والاهم انه ما كيجيو مقرمشين وهشاش في نفس الوقت. قطع اشرطه، كاينه هذه الطريقه وكاينه الطريقه اللي درت في الاول. وما كنساوش نرشوا النشا. كنبقاو على نفس الكيفيه حتى كنكملوا الكميه كامله ديال العجين اللي عندنا. كنديروهم في شي طاوه ولا في شي بلاطو، كنخليهم حتى كينشفوا عاد كنطيبوهم. غيبان لكم باللي السكر سنيده درت انا غير معلقه صغيره، يعني حيت بغيتهم مسوسين. الا بغيتوهم حلوين راه كتضيفوا الكميه ديال السكر اللي بغيتو من الاول يعني في العجين. درت الزيت يسخن في مقله، سخن مزيان، من بعد نقصت عليه وبقيت كندير دوك القطع ديال الكراوش.
هنايا كنبقى نحركهم وكنقلبهم. اللون ديالهم خاصو يكون غير مذهب، ما يكونش محمر. كنبقى ندور فيهم هكا مره حتى يبان لينا اللون ديالهم مذهب بحال هذا الشكل. ملي كيكون اللون ديالهم مذهب كنحيدوهم. نتمنى تبارطاجيو لا فيديو ديالي وتجربوهم وتخليوها ليا في لي كومونتير، وما تنساوش ديروا لي لايك باش كيطلع الفيديو. هكا كيجي الشكل ديالهم من بعد ما طابو، راه ما كيهزو قطره ديال الزيت، يعني راه ما كيكونوا ناشفين. هانتوما كيف ما كيبان لكم راه مورقين. هذه هي الكميه اللي خرجت ليا. كيلو ديال الدقيق خرجت ليا كيلو و600 غرام ديال الكراوش. هنايا انا خديت هاد الفرشيه، انا كتعجبني هاد الفرشيه، يعني اللي درت فيها كيبقى مقرمش. هنايا كندير درت واحد البابي الومنيوم، ومن بعد كنستف دوك الكريوشات. انا هنا هادو راه ما درتش ليهم انا العسل، خليت واحد الكميه درت ليها العسل حيت هادو بغيتهم مسوسين. هذا خدا ليا كيلو ديال الكراوش. خديت هاد لابواط، بقيت كنستف فيها دوك الكراوش وكنسقي بشويه ديال العسل. كيجيو لذاذين والحلاوه ديالهم كتكون معتدله. صافي كنبقى هكا تنعمر ديك لابواط. خدات ليا نص كيلو، يعني 500 غرام. ما تبخلوش عليا بلي لايك او بلي كومونتير، وتبارطاجيو لا فيديو طبعا الى عجباتكم. واللي مازال ما اشتركش في القناه يدخل مرحبا به. وشكرا على المشاهده، الى فيديو قادم ان شاء الله، ورمضان مبارك سعيد.